المتهم ملكة مصرية والتهمة استولت على العرش، لبست لبس الملوك الرجالة. والدليل. كل الصور اللي شفتها ليها كانت بدأ، بس هل هي فعلا سرقته؟ ولا كانت بتحاول تنقذ مصر؟ أنا سهيلة الرملي، وأنا فريدة علي. وانتوا بتسمعوا يدفنونا ونسكت له. لهم. قوليلي يا فريدة، هو ينفع في مصر القديمة إن بنت تحكم؟ أكيد لأ. طيب وده اللي ناس كتيرة فاكراه، لكن الحقيقة مختلفة عن كده. طيب يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حتشبسوت اتولدت في القصر الملكي، وهي بنت الملك تحتمس الأول. إيه ده؟ يعني حتشبسوت عايشة في القصر؟ بالظبط، عايشة في القصر من وهي صغيرة، واتعلمت القراية والكتابة وطقوس الحكم، يعني موجودة في السياسة من وهي طفلة. زي بنت بتدخل مدرسة مخصوص عشان تبقى قائدة؟ حاجة زي كده. طيب مش انت دايما بتقولي إن البنات في منهم كانوا مهمين جدا وليهم أدوار كبيرة جدا، يبقى ليه حتشبسوت ما ينفعش تحكم؟ كلامك صح يا فريدة، لكن الموضوع ما كانش ليه أي علاقة بمكانة البنات في مصر القديمة، لكن كان ليه علاقة بالديانة المصرية القديمة. يعني إيه؟ تعرفي أسطورة إيزيس وأوزوريس وابنهم حورس؟ مش ده أخو ست اللي قتل وبعدين ابن حورس حكم الأرض؟ بالظبط كده، برافو عليك يا فريدة. بصي اللي حصل إيه؟ إن لما حورس حكم الأرض، حورس ده اللي هو الصقر، تعرفيه اللي هو إحنا بنشوفه في المتاحف وبنشوفه ساعات في الأكسسوارز. حورس ده هو بقى الملك على الأرض بعد أبوه، فعشان كده الملك اللي بيحكم مصر لازم يكون ذكر زي حورس، فالموضوع ملهوش علاقة بست ولا راجل، هو ليه علاقة بالديانة المصرية القديمة. يعني كده الموضوع ملوش علاقة ولا بستات ولا برجال. بالظبط كده. طيب هي ازاي حتشبسوت وصلت للحكم؟ بصي هو الموضوع كان صعب شوية. في الأول والدها مات اللي هو الملك تحتمس الأول، بعد كده جوزها مات اللي هو الملك تحتمس الثاني، وساب لها طفل صغير اسمه تحتمس الثالث، لكنه ما كانش ابنها، كان من زوجة تانية اسمها إيزا. خلاص يبقى هو الملك. بس تحتمس الثالث ده كان صغير جدا، يعني كام سنة؟ يعني قدك كده. طيب مين اللي هيحكم؟ انت مستعجله يا فريده على الموضوع انا عارفه، بس انا عايزه اقول لك حاجه. اللي حصل ايه؟ ان هي حكمت هي وتحتمس الثالث في الاول، هي كوصيه على الحكم وهو كملك، يعني بشكل ايه، يعني مش بشكل حقيقي لكن بشكل صوري قدام الناس. اللي عملته بعد كده حتشبسوت ان هي بعدت تحتمس الثالث تماما، وحكمت هي بشكل منفرد كملك مصر العليا والسفلى. استني بقى، هنا تبدأ القضية. أنا عندي سؤال، قولي. هي ليه حتشبسوت بتلبس ده؟ بصي هي الدقن عند الملك المصري القديم كان جزء من اللبس بتاعه، يعني حاجه كده زي اكسسوار، طبعا ما كانتش بتبقى حقيقيه، وبما ان حتشبسوت حكمت كملك فكانت لازم تلبس الدقن في التماثيل ولما بتظهر للناس. يعني الدقن دي زي أدوات السوبر هيرو كده يعني؟ بالظبط، يعني مقربه ليها. طيب هي يعني كانت بتتحرك باللبس ده؟ كانت بتقعد بيه؟ لا، هو بص اقولك على حاجه، هي عامله زي ايه، عارفه مثلا لما فريده تقرر ان هي تعمل صوره لنفسها وهي ضابط او هي رائده فضاء، بس الحقيقه فريده عندها فساتين حلوه وبتلبس تواك شيك. حتشبسوت برضو كانت بتبان للناس وبتتصور في التماثيل بهيئه الملك الراجل بالدقن وبالشكل اللي احنا عارفينه بتاع ملوك مصر القديمه، لكن اكيد هي كان عندها هدوم كتير حلوه وعندها برضو اكسسوارات. يعني التماثيل دي عشان الناس تشوفها بيها بس، بالظبط. لكن هي في الحقيقة عندها لبس واكسسوار حلو قوي. اكيد. طيب لو أخدت الحكم هي عملت بيه إيه؟ لا، دي عملت بيه حاجات كتيرة قوي. أولا حتشبسوت قررت قرار إن هي مش عايزة تدخل في حروب ولا تدخل الدولة في مشاكل، فركزت على البنى جوه الدولة. إيه ده؟ يعني حتشبسوت بنت عمارة؟ بصي هي مش عمارة، هي بنت حاجات كتيرة، يعني مثلا عملت مسلات، عملت معابد، وعملت كمان معبد مشهور قوي حلو قوي في الدير البحري في الأقصر. مش ده اللي شكله داخل في الجبل؟ بالظبط كده، بتشوفي شكله لحد النهارده مميز وجميل والعالم كله عارفه. ده كمان غير ان هي عملت اسطول. تعرفي يعني ايه اسطول؟ يعني إيه؟ اسطول ده يعني بتبقى مجموعه مراكب كتيره قوي وكبيره بتروح رحله معينه، ساعات بتبقى للحرب وساعات بتبقى للتجاره. في حاله حتشبسوت كانت للتجاره والعلاقات مع دول تانية، راحت عملت اسطول، راح بلد اسمها بونت، جاب منها بقى ايه، اخشاب كتير وجاب حيوانات يعني جديده ما كانتش موجوده في مصر، وجاب منتجات كتيره قوي. فالرحله دي ساعدت مصر في الاقتصاد، خلت فيها منتجات جديده، وفي نفس الوقت برضو عملت لنا علاقات سياسيه حلوه مع دوله تانية. كانت رحلة استكشاف صح؟ بالظبط كده. طيب هي حكمت كام سنة؟ حوالي 20 سنه. وما حصلش حروب أو مشاكل؟
لا، فضلت هي محافظة على استقرار الدولة المدة دي كلها، لكن كانت بتعمل حاجة. طبعا مصر بلد كبيرة ومليانة حاجات كتيرة جدا حلوة، وده بيخلي ساعات ناس حواليها تحاول تدخلها. حتشبسوت بقى كانت بتعمل ايه؟ لما كانت تلاقي كده ان في حاجة غلط او في حد بيحاول ان هو يدخل مصر، كانت بتبعت له مجموعة من الجيش وتعمل حاجة اسمها حملة تأديبية، يعني بتخوفهم عشان ما يقدروش يجوا ناحية مصر. قولي لي يا فريدة، لو انت بقيتي ملكة، أول قرار هتاخديه هيكون إيه؟ أول حاجة ههتم بالتعليم، لأن الأطفال مستقبل بكرة، وكمان هركز على بنى المدارس والمستشفيات أكتر عشان الناس تقدر تعيش حياة أحسن. جميل يا فريدة. طيب هي لو كانت كويسة، إيه اللي حصل بعد كده؟ بصي، هو بعد عدد يعني بعد سنين من وفاة حتشبسوت بدأ يحصل حاجة غريبة. يعني اتقال إنه بدأ يتمحي اسمها، بدأت مثلا الناس تحاول تبوظ الآثار بتاعتها. لكن هنا العلماء اختلفوا. في ناس قالت إن ده حصل من ملوك بعدها، يعني ملوك حكموا بعدها حبوا إن هم يمسحوا اسمها، وناس تانية قالت ده الكهنة حبوا يعملوا كده لأن هي كانت ست قوية جدا وهم كانوا متضايقين من الموضوع ده. بس الحقيقة الموضوع ده احنا ما نقدرش نحكم فيه. وكمان إن مش حتشبسوت لوحدها اللي حصل لها كده، في ملوك تانيين كمان حاولوا ان هم يمسحوا اسمهم. طب ليه؟ ليه؟ عشان خاطر في ساعات بيبقى في ملوك عايزه تبان قوي على حساب ملوك تانيين، فيقول لك لا بقى انا لما امسح اسمه انا اثاري تبان احسن، وانا الحاجه بتاعتي تفضل بشكل اكتر، فيعمل كده. وساعات كمان بتحصل صدفه، يعني ما بيبقاش مقصود بيها ان هم ينتقموا من ملوك. ساعات في ناس كانت ممكن تعمل بعض الاعمال اللي فيها تخريب، يعني لما يكون الدوله فيها مشكله او في حاله ضعف. لكن الحقيقه لو هم فعلا كانوا عايزين يمحوا اسمها، ازاي احنا لقينا كل التماثيل دي ولقينا المعبد ولقينا الحاجات دي كلها؟ هو يعني حتى العلماء مختلفين برضو؟ ايوه مختلفين، عشان كده لازم نفرق ما بين الحقيقه وما بين التخمين. هو أنا كان عندي سؤال، قولي. هو يعني إيه حتشبسوت؟ حتشبسوت يعني فريده. مش فاهمة. هقولك معنى كلمة حتشبسوت، يعني في مقدمة النبيلات، يعني أنبل واحدة وأميز واحدة وأحلى واحدة، يعني فريدة من نوعها. الله، دي طلعت شبه اسمي. بالظبط كده. طيب دلوقتي المحكمة هتحكم. التهمة الاستيلاء على العرش، والأدلة اللي ضدها. الوريث كان طفل، هي حكمت بداله، لبست زي الملوك وحكمت. طيب والدفاع؟ الوريث كان طفل، هي كانت بنت الملك. مصر فضلت مستقرة، بنت معابد عظيمة. يعني انت شايفة ان هي فعلا كان من حقها ان هي تحكم؟ وكمان زادت التجارة، سلمت الحكم لتحتمس الثالث اللي أصبح واحد من أعظم ملوك مصر. يبقى فعلا حتشبسوت كان معاها حق ان هي تحكم، صح؟ أيوة فعلا. سؤال ليكم، هل فعلا حتشبسوت كانت طموحة بالزيادة ولا كانت بتعمل اللي شايفاه صح لمصلحة البلد؟ أنا بصراحة شايفة إنه حقها. مفيش شك في الكلام ده، كلنا شايفين إن هو حقها لأنها فعلا أضافت كتير قوي للبلد. التاريخ مش دايما أبيض وأسود، ساعات بيبقى مليان قرارات صعبة وخطر، وده اللي حتشبسوت عملته. خدت القرار بمنتهى الشجاعة، رغم إن كانت ممكن مثلا فجأة تتقتل أو يحصل لها مشكلة، لكن هي ما استسلمتش لكل ده وقررت إن هي تحكم مصر وإن هي تخليها من أحسن الدول في عهدها. إيه ده، يعني حتشبسوت ما خافتش وحكمت فعلا؟ فعلا، وهو ده اللي حصل. قعدت 20 سنة بتحكم. لو كنتوا كنتوا مكان مكان أهل مصر القديمة، كنتوا هتوافقوا إن حتشبسوت تحكمكم ولا كنتوا هتستنوا الملك الصغير يكبر؟ لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم. كنت معاكم سهيلة، كنت معاكم فريدة في يدفنونا يدفنونا ونسكت لهم.